متضايق، مخنوق، مصدع، تعال اشرب شاي. هو ده بقى الحل عند المصريين لأي مشكلة في الحياة، وهو ده مشروب الضيافة الأساسي عندهم. كلت وعايز تحبس؟ اشرب لك كوباية شاي. دول كمان عملوا اختراعات كتير للشاي، عندك شاي بالقرنفل وشاي بالنعناع وحاجة اخر روقان. الفكرة بقى ان اللي يشوف كده يقول ان احنا متربيين على الشاي من واحنا قد كده، لكن الحقيقة بقى وبالرغم من ان الشاي مشروب موجود من آلاف السنين، لكن المصريين ما اكتشفوش مشروبهم اللي حبوه قوي كده إلا من أوائل القرن العشرين، وبالأخص كمان في الوقت اللي اتنفى فيه أحمد عرابي لجزيرة سريلانكا، وده بقى كان سنة 1882. اتعرف هناك بقى على مين؟ على السير توماس ليبتون، صاحب أكبر مزرعة لزراعة الشاي على الجزيرة، وقرر وقتها يضيفه وعزمه على شاي، وعجبه قوي احمد عرابي طعم الشاي واخده لاهله واصحابه. ودي بقى كانت اول مره يدخل فيها الشاي مصر، ومع وجود الانجليز في مصر بدا الشاي يتباع عندنا وكمان انتشر، لكنه كان خاص بس بطبقه الاغنياء. وبعد ما بقى يحصل اختلاط بين الانجليز والمواطن المصري، انتشر الشاي وبقى يشربه الفلاح المصري والعمال وكمان الناس البسيطه. وفي سنه 1932 وبعد ما بقوا الفلاحين يغلوا الشاي مع السكر ليل نهار، وكل ما يعطل يشرب شاي، سواء بقى كنت فلاح، طالب، دكتور، مهندس، اشرب شاي. وانتشر في الصحف المصرية وقتها دعوة لمقاطعة الشاي، وده بسبب الضرر اللي ممكن يتسبب فيه للمزارعين، وقرروا وقتها يلغوا استيراد الشاي. لكن الحقيقة بقى ان القرار ما استمرش كتير، واللغز هنا بقى ان المصريين اتمسكوا بيه وحبوه كأنه واحد منهم.